صباح الخير، ازيكم؟ معاكم نسمة. يا رب الفيديو يعجبكم تعملوا لايك وشير، ولو ما عجبكوش برضو يا جماعه اعملوا لايك عادي. هنعمل النهارده وصفه هتاخد منك دقيقه بالظبط. دي بواقي جبنه قريش عندي، بواقي كانت يعني ربنا يسامحني بتترمي يعني. هنعمل بيها ايه بقى يا ست الكل؟ هتجيبي الجبنه القريش تحطيها في الكبه بتاعتك الجميله. والله انا مش عارفه هل تنفع في الخلاط ولا لا، يعني انا ما جربتهاش. فحطي في الكبه. انا حطيت الكميه دي على فكره كميه كبيره، يعني اكتر بتاع نص كيلو او اكتر. تمام. حطيت عليها كوبايه لبن، لبن بلدي بقى، اي لبن عندك عادي مفيش مشكله. ومعلقه الا ربع ممسوحه ملح. انا حطيت هنا معلقه الا ربع ممسوحه ملح عشان انا حاطه كميه جبنه كتير. لكن انت لو هتعملي قطعه او قطعتين هتحطي يعني ربع معلقه ملح او نص ممسوح خالص. ده قوام الجبنه بعد ما ضربت في الكبه. بصي كريمي تحفه. انا عاملاها كده يا جماعه لايت. لو انتي مش عايزاها كده هتزودي لها معلقتين زيت، بس الزيت يكون نضيف من عندك. تمام. ده بقى طعم تاني. لو انتي مثلا بتحبي اللي هي الجبنه بالبسطرمه زي كده، او بتحبي جبنه بالفلفل او بالشيدر بالرومي ايا كان، يعني اللي عندك بالفلفل. بلاش بسطرمه خالص لو غاليه او مش موجوده عندك مش متوفره. لو انتي بتحبيها بالشيدر بالرومي باي حاجه بالزيتون هتعمليها. بس ما خدتش مننا اي حاجه خالص يا جماعه. انت بتحطي الجبنه بتضربيها في الكبه على كوبايه اللبن على ربع معلقه ملح ومعلقتين زيت، وبعد كده بتحطيها بالبطرمانات بتاعتك. انا هنا بحط من اللي هي الساده. تحطي عليها بقى شويه زيت زيتون محترمين، بس انا زيت الزيتون بتاعي غامق مش عارفه ليه. وبعد كده هتحطي عليها شويه حبه البركه وشويه زعتر، وتبقى معاكي احلى لبنه ممكن تاكليها في حياتك. بصوا يا جماعه احنا بنجيب الجبن دي ربع كيلو منها او التمن بمبلغ يعني. انت عملتيها من ولا حاجه. بصي الجبنه القريش اكيد كلنا بيبقى عندنا، لو قطعه حتى بتتبقى هتعمل معاكي. اعملي قطعه واحده جربي فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم